السلام عليكم، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير والصحه لاباس، ومرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم صابلي النوغا اللي تخرج كميه ما شاء الله، ويعني بمقادير اقتصاديه، وتحضريها في نص ساعه وانت وجدتي يعني اكثر من 30 حبه تاع حلوه النوغا. روحوا للتحضير بسم الله. هنا نروحوا نحضروا عجينه الصابلي. كما راكم تشوفوا هنا عندي 250 غرام تاع زبده تكون طريه هكذا، ومن بعد نزيدوا لها 2 حبات تاع بيض. يعني نخرجوا الزبده تاعنا من قبل ما نبداو نحضروا هذه الحلوه باش تطرى وتجينا سهله باش نخدموا بها. ومن بعد نزيدوا نضيفوا مغرف كبيره هكذا تاع السكر فاني، ولا القولي تحبوه نتوما، يعني قشور الليمون ولا قشور البرتقال، يعني القولي تحبوه نتو. ومن بعد نزيدوا نضيفوا السكر غلاس ولا السكر الناعم، نص كاس. انا هذاك الكاس يدير 220 ملي، ونخلطوهم مليح. وبنفس الكاس اللي قست به السكر غلاس نزيد نقيس به الزيت، كما راكم تشوفوا نص كاس تاع الزيت. ونبداو نضيفوا الزيت بالعقل ونخلطوا هكذا، نطلعوها بالباتور، يعني ما نديروهاش على خطره، نديروها تدريجيا هكذا حتى نكملوا كامل الكميه تاع الزيت. وهذه الحلوه يعني كنا نديروها زمان، نديروها للاعياد، يعني حلوه بزاف بنينه وسهله، يعني تحضريها في نص ساعه. والحاجه اللي مليحه تخرج لك كميه لا باس بها، يعني كميه ما شاء الله. نديروها بالمكسرات، يعني لا عندك كاوكاو ولا تخلطي الكاوكاو مع الجوز اللوز، المهم تخرج بزاف هايله. هنا نبداو نضيفوا الفرينه بشويه. كما تعرفوا هنا ما نقدرش نعطيكم الكميه تاع الفرينه، يعني كاينه يعني الفرينه اللي تشرب، كاينه اللي ما تشربش. انتم ضيفوا الفرينه بشويه حتى تتلم عندكم العجينه وتولي تحسوا لها يعني طريه ومتماسكه هكذا. انا هذه 250 غرام تاع الزبده دات لي كيلو تاع فرينه، يعني كيلو بالضبط. هكذا نلموها غير بالعقل حتى نتحصلوا على عجينه تكون متماسكه وطريه هكذا. كلموها يعني تتلم وما تلصقش في اليد. وزدت ضفت مغرف صغيره تاع خميره الحلوه، يعني لا ليفر شيميك، ولكن اللقطه راحت لي معليش هكذا باش ما تنسوهاش. دركا نغطوها ونخلوها تريح واحد 10 دقائق، ومن بعد ان شاء الله نكملوا الوصفه تاعنا. هنا بعد ما خلينا العجينه ريحت نجيبوا سنيوه وسكرفاج، ونبداو نسكرفجوا هذيك العجينه بشويه كما راك تشوفوا على هذا الشكل، ونسووها في السنيوه. هنا يعني زربت شويه الفيديو باش ما يجيكمش طويل هكذا. الكميه اللي نسكرفجوها نسووها في السنيوه حتى نكملوا كامل الكميه تاع العجينه. وهنا درت الفرن يسخن على 180 درجه هكذا. كي نكمل يعني سكرفج كامل العجينه تاعي، ندخلها للكشاف، نحطوها في الوسط. ومن بعد كي تشوفوا الاطراف تاعها حمارو، زيدوا حمروها غير شويه من الفوق، يعني غير تديد لون الدوغي برك، هذا مكان هذاك اللون الذهبي طفوا عليها وتجبدوها. وهنايا نروحوا نخدموا الطبقه اللي نديروها من الفوق. نحتاجوا فيها كاس، هذا الكاس دائما اللي نقيسوا به تاع 220 ملي شربات ولا عسل هكذا يكون سخون. ومن بعد نزيدوا نضيفوا 2 مغارف كبار تاع زبده هكذا، يعني كي نحطوا هذه الزبده في هذيك الشربات سخونه راح تذوب. وهنا نزيدوا نضيفوا 2 مغارف كبار تاع الشوكولا للطلي، ولا ما كانتش متوفره عندكم يعني ذوبوا على حمام مائي طابلات تاع شوكولا، يعني نص علبه تاع طابلات تاع شوكولا، ونخلطوهم مليح يعني حتى تذوب هذيك الزبده ويتخلطوا مليح. وهنا نجيبوا كاس تاع كاوكاو بعد ما حمصتو يعني وريحيتو شويه مليح، يعني نقدروا نستعملوا كاوكاو، لوز، جوز، زبيب، يعني نخلطوهم كامل ونضيفوهم لهذا الخليط. وكما يعني تقدروا تخدموا غير بالكاوكاو، يعني تخرج بزاف بنينه. وباش تخرج لي هذيك الطبقه الشابه من الفوق زدت لها كميه تاع كاوكاو بعد ما حمصته وشويه تاع اللوز، يعني واللي ماشي متوفر عندها اللوز تخدم غير بالكاوكاو وراح تجي بزاف هايله. هكذا نخلطوهم مليح. والصابلي تاعنا طاب، خرجناه خليناه برد. وكما راكم تشوفوا يعني الطريقه راهي بزاف سهله، ما تديش الوقت. والمقادير تاعها
يعني اقتصاديه. كما قلت لكم تقدروا تخدموا بالكاوكاو برك، ولا الكاوكاو تزيدوا له زبيب، يعني ماشي مشروط الجوز ولا اللوز. بالكاوكاو وانتم درتوا حلوه تخرج لكم كميه ما شاء الله. وهكذا فرغت الخليط تاعي فوق الطبقه تاع الصابلي كما راكم تشوفوا، وزعتها مليح. دركا نخلو هذه الطبقه الاولى تنشف مليح، ومن بعد نروحوا نقسموها. هنا كما راكم تشوفوا راني نقسم فيها، يعني قسمتها على 4 هكذا كما نقسموا البقلاوه هكذا، ومن بعد قسمتها على 8. والطريقه يعني كيفاش نقسموا البقلاوه راهي كاين فيديوهات في اليوتيوب ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الصابلي النوغا، يعني اللي تخدم في وقت قياسي نص ساعه وانت حضرتي سنيوه هكذا بكميه ما شاء الله. نكمل نقطع كامل الحلوى تاعي، ومن بعد ان شاء الله نشوفوها كيف كيف. وهنا الحلوى تاعنا راهي واجده بعد ما قطعتها مقروطات كما راكم تشوفوا. نوري لكم عن قرب تشوفوا، شوفوا الوجه تاعها ما شاء الله. يعني الطبقه تاع الصابلي والطبقه تاع النوغا، وكما راكم تشوفوا ما طيبتهاش يعني حمراء بزاف، دوغي برك يعني تخرج هايله تتفركت خفيفه، والبنه ما نحكي لكمش. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وهنا وصلنا الى نهايه الفيديو، نقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده. مع السلامه.